السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلمنا النهاردة بيبدأ في الصين سنة 1868، والفترة دي كانت من أصعب الأوقات على الشعب الصيني، لأنه وقتها كان في فساد في البلاد وشغل الدعارة واستعباد البشر زاد، وكان مفيش قانون، وأي حد بيستجري يبلغ عن العصابات كان بيتقتل ويترمي جثته في البحر. ونروح للمينا اللي كان مسيطر عليها عصابتين ملهمش تالت، عصابة النمر الأسود وعصابة بحر الشمال. والعصابتين دول كانوا مشغلين أهل المدينة عندهم زي العبيد. وعصابة النمر الأسود مش بس كانت مسيطرة على المينا، كمان كان عندهم شغل تاني وفاتحين بيوت دعارة وترابيزات قمار وبيتاجروا في المخدرات. وكل شغل من دول كان بيديره واحد من النمور الثلاثة، واللي بيحكم عصابة النمر الأسود كان المعلم لي. وبنروح للمعلم لي اللي كان عاوز يجند نمر رابع ويمسكه شغل العصابة. والمعلم لي طلب شوية محاربين أقوياء كانوا شغالين لعصابة النمر الأسود لأكثر من 5 سنين، وواحد من المحاربين دول كان في وباقي الشباب راحوا يقابلوا المعلم لي. وساعتها المعلم لي كان بيستجوب واحد من الخونة وبيقتله قدامهم لأنه رفض يتكلم. والمعلم لي بعدها فجأة رفع السيخ على المحاربين، كلهم بيخافوا وبيرجعوا لورا ما عدا في. ولي بيقول له غريبة، ليه ما بعدتش زي زمايلك؟ ففي قال له علشان مش خايف. ليه قال له وليه مش خايف؟ في قال له علشان مفيش حاجة أخاف منها. ولي بيضحك وبدأ يعجب بفي. وليه بيبدأ يجهز اختبار صغير ليهم كلهم، وبيخلي كل واحد من المحاربين يمسك كوباية وبيحط فيها شوية شاي، وبراد المياه بقاله ساعة بيغلي على النار. وليه بيمسك البراد وبيصب الأول واحد ويفضل يصب حتى والكوباية اتملت، لكن المحارب مش بيقدر يستحمل المياه المغلية ويستسلم وبيصب لتاني واحد، لكنه برضه مش بيستحمل وبيرمي الكوباية على الأرض. ولما بيجي الدور على في بيفضل مستحمل وإيده بتحمر ووشه مش بيدي أي تعبير، وبيفضل ثابت ولا بيهتز. وفي الآخر بيشرب الشاي وينزل الكوباية فاضية. وبعد الاختبار ليه بيتكلم كل المحاربين وبيعرفهم هو ليه جابهم حد هنا، بيطلب منهم يقتلوا زعيم عصابة بحر الشمال، وبيقول ليهم اللي هيقدر يجيب لي راسه هعتبره ابن الرابع. وتاني يوم في راح لوحده لمقر عصابة بحر الشمال، وبعد ما بيخلص على رجالة الزعيم بيقابل زعيم عصابة بحر الشمال وجها لوجه، وبتبدأ المعركة ما بينهم. في بيبان انه مقاتل بارع وقدر يفادي هجمات زعيم بحر الشمال، واداله بوكس في وشه وفي دماغه، وسيطر هو على المعركة ورمى عليه السيف بس بيخبط في العمود. وفي نزل ضرب في الزعيم بكل قوته لحد ما زقه على السيف وقطع راسه، وبكده نفذ اللي طلبه المعلم ليه، وانه يقطع رأس زعيم بحر الشمال. وفي بيجيب قماشة وبياخد فيها رأس الزعيم، لكنه فجأة بيلاقي رجالة كتيرة جاية عليه، حوالي 100 مقاتل واقفين محوطينه، لكن في ولا بيخاف وبيمسك واحد فيهم وبيكسر بيه الشباك وبينزل للشارع، لكن المقاتلين بتتلم حواليه من تاني. وفي بيربط القماشة اللي فيها راس الزعيم في بنطلونه، وبكل شجاعة بيجري عليهم وبيبدأ يقاتلهم، وبيقف زي الأسد عليهم من غير ما يكون ماسك سلاح. وبالرغم من عددهم الكبير لكنه بيقدر يخلص على كذا واحد منهم، بس في الآخر بيتكتروا عليه ويقدروا يوقعوه. وقبل ما كانوا يقتلوه بيجي واحد من صحاب في بيولع على لعب النار وبيشتت رجالة بحر الشمال، واصحاب في بيرجعوه لمقر عصابة النمر الأسود. وفي كان لسه فاقد الوعي، والمعلم ليه كان عاوز ياخد منه رأس زعيم بحر الشمال، بس في كان ماسك فيها ومش سايبها. فالمعلم ليه قال هو ده ابن الرابع اللي اقدر اعتمد عليه، محدش من ولادي الثلاثة قدر يعمل اللي هو عمله. انا عايزكم تهتموا بفي وتعالجوه من كل الاصابات اللي عنده، لانه دلوقتي بقى النمر الرابع. وبيؤمر كمان ان رأس زعيم بحر الشمال يتعلق في المينا علشان كل اللي رايح واللي جاي يشوفوها ويعرفوا مين العصابة الأقوى. وبعدها واحد اسمه بكتوس بيهتم بفي وبيعالجه، وفي بيفوق من الإغماء اللي كان فيها. وتعالوا نعرف قصة في لما كان عيل صغير، وليه في قرر أصلا يخش عصابة النمر الأسود. زمان في كان بيتمشى مع أبوه وبيشوف عيال مساكين في الشارع ملهمش بيت، أهاليهم ماتوا بسبب العصابات، وبيشوفوا عيل مغمى عليه، فأبو في بياخده للبيت وبيعالجه بالإبر. وفي كان عنده واحدة صاحبته بيحبها جدا اسمها تشياو، وبيجي لهم أصحابهم فيوري ولين وبيقضوا وقت حلو. لكن في يوم تشياو صاحبة في تتخطف من واحد من عصابة النمر الأسود علشان يتاجروا بالبنت ويبقوها في بيوت الدعارة. ففي بيلم أصحابه وبيلحقوا تشاو قبل ما تتخطف، والراجل اللي خطف تشاو كان للمفاجأة المعلم ليه. في والعيال حاولوا يوقفوه وينقذوا تشاو، لكنهم للأسف بيفشلوا، وليه بياخد البنت بيهرب، وفي بيروح لأبوه
وبيحكي له اللي حصل، وبيقول له انت لازم تقتل لي وترجع تشاو. وابوه بيقول له ما تقلقش تشاو هترجع. وفعلا ابو في يهجم على لي، بينزل فيه ضرب وبيحط السكين على راسه وبيقول له البنت فين؟ فلي قال له البنت خلاص بعتها، قتلني لو عاوز، برضه مش هتعرف توصل ليها. فابو في بيسيبه عايش، ولي حب ينتقم من اللي اتعمل فيه وراح مولع في بيت ابو في اللي عايش فيه كل الاولاد اليتامى. بس ابو في قدر ينقذ العيال اليتامى ويخرجهم، وابو في قرر يخش وسط النار علشان كان لسه في عيال جوه، لكن للاسف النار مسكت في ابو في ومات محروق. في وكل العيال حزنوا على موت الراجل اللي كان بيرعاهم، اللي كان دارس الطب مخصوص علشان يعالجهم. وفي من وقتها تولع جواه نار الانتقام، وقرر انه لازم ينتقم لابوه من لي ويرجع تشاو اللي اتخطفت. ويتفق مع اخوه فيري انهم لازم ينتقموا. بياخدهم راهب كان صديق لابو في، بيبدا يعلمهم الفنون القتاليه من صغرهم، وبيعلمهم ان الانتقام الحقيقي هو انقاذ الناس، وبيقعد يعلم فيهم لحد ما كبروا واصبحوا مقاتلين اقوياء، وبيتفقوا على خطه معينه علشان يحرروا تشاو وينتقموا من المعلم لي اللي اصبح زعيم عصابه النمر الاسود، يجيبوا حق الناس الغلابه. وبدايه الخطه كانت ان في ينضم لعصابه النمر الاسود، وهو ده اللي حصل. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف ابن زعيم بحر الشمال اللي اسمه لونج، وهو باصص على راس ابوه اللي متعلقه في السوق، فبيتعصب وبيعور نفسه، بيتعهد انه هينتقم ويدمر عصابه النمر الاسود. بنرجع لفي اللي بقى النمر الرابع في عصابه النمر الاسود، وكان لازم يعمل طقس معين بعد ما بقى من زعماء العصابه، وانه يرسم وشم النمر على ظهره. والشخص اللي بيرسم الوشم لفي كان بيتكلم كتير، وقعد يدي لفي معلومات عن عصابه النمر الاسود. قال له عن خزنه العصابه اللي مش بتتفتح الا بمفتاحين، مفتاح ذهبي ومفتاح فضي، كل مفتاح فيهم موجود مع واحد من النمور الثلاثه، وتحديدا موجودين مع اكتر اتنين بيكسبوا العصابه فلوس. اتنين دول هم الغراب الاسود المتحكم في شغل القمار والمراهنات، تاني الافعى المتحكم في شغل الدعاره استعباد البشر. وبعد ما الوشم بتاع في خلص، في راح يقدم الولاء والطاعه للمعلم لي، وبقى رسميا النمر الرابع. واول مهمه في يتكلف بيها من المعلم لي كان انه يجمع رجاله ويقودهم لمواجهه رجاله بحر الشمال، ويقضي على كل رجالتهم وما يسيبش فيهم واحد عايش، علشان النمر الاسود يفرضوا سيطرتهم وبحر الشمال ما تقومش لهم قومه. والمهمه دي بتنجح نجاح باهر، والمينا اصبحت تحت سيطره عصابه النمر الاسود فقط لا غير. بس لونج قدر يهرب من وسط الفوضى دي، وبعد الانتصار اللي عمله فيه على بحر الشمال كله بقى بيخاف وبيحترم في. وبالليل في بيروح يصطاد وبيدي السمك اللي اصطاده لواحد غلبان، لكن الشخص الغلبان ده بيكون فيري اخو في. وفيري بياخد السمك وبيروح بيه للعيال اليتامى اللي بيربيهم، وبيسلم على مراته لين اللي كان متربي معاها. وبعدها فيري بيجمع رجالته وبيقول لهم احنا عصابه اليتامى اللي هتقضي على عصابه النمر الاسود. وبيحتفلوا كلهم ان في قدر يخش لعصابه النمر الاسود. وبالليل في وهو نايم بيحلم بابوه اللي مات وصاحبته تشاو اللي اتخطفت. في كان مقضي الليله دي في بيت دعاره مع البنت دي، وبعدها بيروح لعصابه النمر الاسود علشان كانوا عاملين احتفال صغير. وبيبان في القعده دي ان النمر الثالث اللي اسمه شيطان الشمال مش طايق في نهائيا، وفي بيلاحظ ده وبيتريق عليه وبيضحك عليه كل افراد العصابه. فشيطان الشمال ضرب في بعصايته، بس في كان هادي وبيتريق تاني على شيطان الشمال، والغراب الاسود بيضحك عليه. فشيطان الشمال بيتعصب ويقول له انت بتضحك على ايه؟ والاثنين الاخوات كانوا هيتخانقوا، لكن ساعتها بيتدخل المعلم ليه بيقدر يهديهم كلهم. تاني يوم في بيقعد مع المعلم ليه وبيقابل تجار الممنوعات الاجانب. تجار المره دي بيطلبوا من المعلم ليه يخطف 300 عامل علشان يسفروهم بره ويجربوا عليهم الممنوعات الجديده. وبيقول له في المقابل هنديك 5 شحنات ممنوعات، بالرغم ان دي مهمه صعبه، بس المعلم ليه بيوافق. وفي بيقعد مع المعلم ليه وبيساله انت فعلا هتخطف 300 عامل وهتسلمهم للاجانب؟ فالمعلم ليه قال له ما يبقاش قلبك رحيم كده، العمال عندنا ما فيش اكتر منهم. في بيساله والعمال دول هيعملوا فيهم ايه؟ ليه قال له هيخلوهم يشتغلوا ويجربوا عليهم الممنوعات الجديده، واللي هيرفض يشتغل هيتقتل. وعلشان تبقى زعيم شبه كده لازم قلبك ما يبقاش رحيم. ومع مرور الزمن هتفهم ان مفيش فرق ما بين البشر والنمل، الاتنين بيشتغلوا عشان ياكلوا بس. المعلم ليه امر رجالته يضحكوا على العمال الغلابه يخطفوهم، وبنشوف واحد بيقول للعمال انا لقيت شغل واخدت سبيكه فضه. والعمال قالوا له فين الشغل ده؟ فالراجل قال لهم ورايا، وفعلا بيروحوا وراه، لكن ده كان فخ. والعمال بيخطفوا علشان المعلم ليه يسلمهم للتجار الاجانب. وبنروح لفي اللي راح تاني لبيت الدعاره وقابل نفس البنت واللي بتطلع انها تشياو حبيبته من الطفوله. وفي بيفضل يقول لها اسرار عن عصابه النمر الاسود، وبيحكي لها عن الخزنه اللي مش بتتفتح الا بمفتاحين، وبيقول لها عن رساله توصلها لاخوه فيري. وتشياو بتروح للين تديها
فيها الرسالة بتاعت في، ورسالة بتوصل لفيري، ورسالة كان مكتوب فيها ان الافعى اللي معاها المفتاح الذهبي هيكون موجود بكرة في السوق، اهجم عليه بالرجاله واعمل نسخه على المفتاح. وفعلا تاني يوم فيري كان بيراقب الافعى وراح مصفر، خلى العيال اليتامى يتلموا حوالين الافعى. فيري حدف الافعى سكينه بس مش بتيجي فيه، فالافعى خلى رجالته يجروا ورا فيري، وواحد من العيال سرق كيس الفضه من جيب الافعى ورماه للين، والافعى فضل يجري ورا لين علشان يرجع كيس الفضه، ولين قدرت تستدرجه لمكان معين ورموا عليه زيت مغلي، وعصابه اليتامى ضربوا رجاله الافعى. وفيري بيقول له بقى انت افعى، ده انت مش محصل دوده، وراح هجم عليه، وعصابه اليتامى دخلت تكمل عليه ولفوا حواليه العصيان وفضلوا مكتفينه. فيري قال لهم سيبوه انا هخلص عليه حالا، وراح مديله القضيه وموت الافعى وسرق منه المفتاح الذهبي، وعملوا عليه نسخه ورجعوا المفتاح الاصلي للافعى. وبعدها عصابه اليتامى رموا جثه الافعى ورجالته عند المينا. المعلم ليه جه وعرف كل اللي حصل. المساعد بتاع المعلم ليه بيقول له الحمد لله المفتاح الذهبي ما اتسرقش. والمعلم ليه اخذ المفتاح الذهبي وسلمه لشيطان الشمال وقال له انت والغراب الاسود اللي هتكونوا مسؤولين عن مفاتيح الخزنه. الافعى ما كانش جدير يشيل المفتاح، وشيطان الشمال بيشكره على ثقته العاليه. وبيروح في بالليل كعادته بيصطاد وبيسلم السمك لاخوه فيري، وبياخد منه المفتاح الذهبي في السر علشان يكملوا خطتهم. وبيروح في لصاله القمار بتاعه الغراب الاسود، وفي بيقرر يلعب ويراهن ولكنه بيخسر، فيقرر يستلف من الصاله ويراهن تاني ولكنه بيخسر، فيستلف تالت ويراهن ولكنه بيخسر. والغراب الاسود بيكون شايف اللي بيحصل، في يفضل يستلف لحد ما بقى عليه 1000 قطعة فضية للمكان. في كان قاصد يخسر، وبيروح للغراب الاسود قال له انا عاوز استلف 3000 قطعة فضية كمان. فالغراب الاسود قال له ايه تستلف تاني؟ مش لما تدفع ال1000 اللي عليك الاول؟ انا ممكن اقتلك بسبب الفلوس دي وابويا مش هيلومني. وراح في مطلع له المفتاح الذهبي اللي فيري عمل عليه نسخة. والغراب الاسود بيتصدم ويقول له انت جبته منين؟ ففي قال له انا قبضت على حرامي كان مطلع عليه نسخة، الحرامي ده طلع شغال عند شيطان الشمال. فالغراب بيقول له قلبي كان حاسس ان شيطان الشمال عاوز يسرق الخزنه، يبقى اكيد هو اللي قتل الافعى. وفي بيقول له ده شكله طلع اسم على مسمى وممكن يخطط بعد كده يقتلك، بس انت كده كده معاك المفتاح الفضي، ولو خدت المفتاح الذهبي هيبقى معاك المفتاحين وتقدر تخش وتخرج من الخزنه براحتك. وانا من رايي تطعن شيطان الشمال في ظهره قبل ما هو اللي يجي ويطعنك زي ما عمل مع الافعى، ولو انت مش عاوز المفتاح فانا هوديه للمعلم ليه. فالغراب قال له استنى بس انت رايح فين؟ انا هاخد منك المفتاح بس الاول لازم تيجي معايا ونجرب المفتاح ونفتح بيه الخزنه. وفي بيضحك لانه هو ده اللي كان عايزه بالظبط، لانه كده هيعرف مكان الخزنه. وفعلا الغراب بياخدوا على الخزنه وبيكون عليها 3 حراس وبيخشوا الخزنه اللي بتبقى مليانه فضه، والفضه دي طبعا كلها من الشغل الشمال بتاع العصابه وحق الناس الغلابه. في بعد ما عرف كل حاجه حافظ المكان، بيروح يصطاد وبيدي السمك لفيري. السمك بيكون جواه رساله، وفيري بيفتح الرساله مع لين. في كان كاتب لهم مكان الخزنه وكل التفاصيل، وبيطلب منهم يروحوا يسرقوها. تاني يوم بالليل المعلم ليه بياخد في لمخزن الاسلحه، والمعلم ليه كان قاصد يكون مع في من غير اي حراسه، لان ده هيخلي لونج ابن زعيم بحر الشمال يظهر علشان يحاول يقتلهم. الخطه دي بتنجح وبيظهر لونج ورجالته، تبدا المعركه. في بيقاتل لونج، ولونج كان مصمم يقتل في علشان ينتقم لابوه، بينما ليه بيقاتل رجاله لونج بالرغم ان ليه سنه كبير بس كان لسه نينجا. اما لونج فعمال بيهاجم في بالسيف، بيقطع هدومه لحد ما في مسك سيف هو كمان وبدا يهاجمه. والمعركه ما بين الاثنين كانت متكافئه جدا، ويمكن لونج كان متفوق شويه عن في لانه عنده دافع الانتقام، وبيكسروا الشباك بيكملوا القتال في الشارع. وفي الوقت ده رجاله النمر الاسود بتظهر وبتحارب رجاله لونج، ولونج كان مسيطر على قتاله مع في لدرجه انه كان على وشك يقتله، لكن بيوصل ليه بياخد الضربه في ظهره مكان في بيرجع يهجم على لونج وبيقطع له ايده، ولونج بقى مستسلم تماما. في بيرفع السيف على قلبه وما كانش عاوز يقتله، وبيقول له انا مفيش سبب اقتلك عشانه. وراح هو وعصابه اليتامى يولعوا في صالات القمار وبيوت الدعاره وبيمشوا البنات اللي هناك، وليه بيشوف النار من بعيد وهي مولعه وبيكون متضايق جدا، وبيؤمر في يروح يشوف في ايه ويتصرف. وفي طبعا مش بيسمع كلامه وبيروح يكمل الخطه، وبيروح للين اللي كانت مستدرجه الغراب الاسود لمكان بعيد، وبتظهر رجاله كتير من عصابه اليتامى. والغراب الاسود بيفهم كل حاجه وبيقول لفي يا خاين انت بقى اللي ورا كل اللي حصل. ولين بتقول للغراب
الغراب الاسود فاكر ابويا وامي اللي انت قتلتهم علشان رفضوا يشتغلوا عندك؟ انا النهارده اخيرا هجيب حقهم وحق كل اليتامى. في بيقفل الباب وبيقتلوا الغراب الاسود وبياخدوا منه المفتاح الفضي اللي معاه، ولكن للاسف في نفس الوقت كانت عصابه النمر الاسود بيطاردوا فيري وقدروا يحاصروه وما كانش فيه لفيري مجال للهرب، ومع ذلك فيري اثبت شجاعته وقتل عدد كبير منهم لحد ما في الاخر رجال العصابه اتكتروا عليه وقبضوا عليه وودوه عند المعلم ليه. في لما بيرجع لعصابه النمر الاسود بيتصدم لما بيشوف فيري متعلق وليه كان بيستجوبه وعاوز يعرف منه مين المتواطئ معاه، بس فيري بيقول له ما تضيعش وقتك معايا، زمايلي حاليا بيساووا الخزنه بتاعتك. وفعلا لين وعصابه اليتامى اقتحموا الخزنه بعد ما بقى معهم المفتاحين، وليه مش بيصدقوا وبيقرر يروح هو ورجالته عند الخزنه ويتاكد بنفسه، وبيقول لفي خلي الكلب ده يعترف مين اللي شغال معاه، وبياخد رجالته وبيمشي. وفي كان عاوز يحرر فيري ويمشيه، يقول له انا مش هقدر اشوفك بتموت وما انقذكش، بس فيري قال له بس يا مجنون انت عاوز تبوظ كل اللي بنيناه، لازم الخطه تكمل باي شكل ولازم تنقذ ال 300 عامل، ولو لازم الامر هضحي بنفسي عشان الخطه تكمل ونحقق حلمنا. وفيري بيسمع حد داخل المكان فبيقول لفي بصوت عالي مش هعترف مهما عملت. بيخش عليهم المعلم ليه وهو متعصب جدا بعد ما اتاكد ان الخزنه خلاص اتسرقت كلها، وبيبدا يشك ان في خاين في العصابه لان اساسا مكان الخزنه مكان سري جدا ومحدش يعرفه غير النمور الثلاثه. وقبل ما يفكر في الموضوع بيتصدم صدمه قويه بعد ما رجالته جابوا له جثه الغراب الاسود. وشيطان الشمال بيوصل للمكان وليه بيتفاجئ اكتر لما لقى اثر عصايه شيطان الشمال على جسم الغراب الاسود، بس بيطلع ان في لما اتضرب بعصايه شيطان الشمال في الحفله راح رسم على جثه الغراب الاسود نفس العلامه علشان المعلم ليه يشك ان شيطان الشمال هو اللي قتل الغراب الاسود. وشيطان الشمال بيتصدم ويقول للمعلم ليه انا ما قتلتوش، احنا كان في خلافات ما بيننا بس مستحيل اقتله. بس ليه ما كانش مقتنع بكلامه، فشيطان الشمال بيروح لفيري وبيرفع عليه السيف وبيقول له قول لي مين الخاين اللي في العصابه. لكن فيري بيعمل حركه ذكيه وبيقول حاجه في ودن شيطان الشمال بصوت واطي، وبعدها بيذبح نفسه وبينتحر بسيف شيطان الشمال. وفيري واقف مصدوم على وفاه اخوه، والمعلم ليه لما شاف فيري بيقول حاجه في ودن شيطان الشمال بيشك اكتر ان هو الخاين، وبيقول لشيطان الشمال هو قال لك ايه قبل ما يموت؟ وشيطان الشمال هيتجنن بيقول له ده ما قاليش حاجه، وليه بياخد رجالته وبيمشي وبيسيب شيطان الشمال ومش بيعمل له حاجه. وفيري بيفتكر زمان من 5 سنين لما كان مع فيري قبل ما يبداوا الخطه، وبيهدي فيري عصايتين، عصايه صغيره وعصايه كبيره، وبيقول لاخوه اختار عصايه من دول، لو اخترت العصايه الصغيره هتفضل انت بره مع الشعب وانا هخش وسط العصابه. فيري اختار العصايه الصغيره وفيري قال له انت عارف انك اخترت اكون مع الشعب. وبيفضل فيري واقف مصدوم على موته. تاني يوم كان قاعد عند تشياو في بيت الدعاره وكان بيعيط على موت فيري، وتشياو بتحاول تهديه وبتقول له انت لازم تكمل الخطه. وفيري بيقول لها كلامك صح، لازم نخلص من شيطان الشمال والمعلم ليه، بس المشكله ان الخطه باظت لان كان المفروض شيطان الشمال والمعلم ليه يخلصوا على بعض. في مش عارف ازاي يقتلهم هما الاثنين. وتشياو علشان تطمنه بتقول له انها عندها خطه بس مش بترضى تقول الخطه لفي. وبعدها المعلم ليه بيطلب من في يكون معاه وهو بيقابل تجار المخدرات الاجانب عشان هيسلم لهم ال 300 عامل الاسبوع اللي جاي. وفي بيروح مع ليه وبيعرف مكان ال 300 عامل وبيشوفهم وهم محبوسين في الاقفاص زي الحيوانات. وبعدها شيطان الشمال بيروح يروق على نفسه ويعمل مساج، وفي بنتين بييجوا يقولوا انهم عايزين يقابلوا شيطان الشمال علشان عندهم معلومه مهمه عن الخزنه اللي اتسرقت. والاثنين دول بيطلع انهم تشياو ولين، بيدخلوهم لشيطان الشمال. وشيطان الشمال بيتعرف على تشياو مش انت البنت اللي في على طول بيروح لها؟ وتشياو بتقول له ما هو علشان كده انا جيت لك، لانه حكالي قبل كده وهو مش في وعيه انه بيخون العصابه وازاي قتل الافعى والغراب الاسود. وشيطان الشمال بيقول اصلا انا كنت شاكك في ودلوقتي اتاكدت. تشياو كانت قصدها تكسب ثقه شيطان الشمال عشان تقدر تقتله وهو مديها الامان، لكن شيطان الشمال مش بيتخدع بسهوله وقدر يمسك تشياو وقتلها وخلاها تموت مخنوقه. وبيروح شيطان الشمال للبنت الثانيه وبيقول لها تمين بقى، ولين بسرعه خاطفه تقتل شيطان الشمال بالسكينه تجري بعدها من المكان، وبتروح تقابل في تحكي له كل اللي حصل. في بيتصدم علشان حب حياته ضحت بنفسها وماتت. دلوقتي 2 من اصدقاء في ماتوا. في بيلم كل عصابه اليتامى قال لهم جاء وقت الثوره على عصابه النمر الاسود، طلب منهم يتحدوا مع سكان المدينه علشان سوا هنوقع عصابه النمر الاسود. وفعلا بيعملوا كده وبيبعتوا رسائل لكل العمال والاهل المدينه ويدعوهم كلهم ينضموا ليهم علشان جه وقت الانتفاضه نحارب عصابه النمر الاسود، وبيعرفوهم ان في 300 عامل مخطوفين وهيتباعوا
للاجانب. في بياخد الرجاله وبيروح على المكان اللي محبوس فيه 300 عامل، محدش بيقدر يقف قصادهم، بيحرروا 300 عامل. 300 عامل بيقرروا يحاربوا مع في، وساعتها المعلم ليه بيعرف اللي حصل وبيعرف ان في هو الخاين، وراح مطلع خبر وبيقول اللي يقدر يجيب راس في هعتبره ابن الوحيد. وفي كان خد رجالته في مكان بعيد وكان بيتدربوا على الكونغ فو، وقتها رجاله ليه بيقتلوا الناس الغلابه علشان يعرفوا مكان في. وبتعدي ايام وكان لسه رجاله ليه مش لاقيين في، لحد ما فجاه ظهر في مع رجالته ورايحين على قصر ليه. وعدد رجاله في كان كفيل يقضي على كل رجاله ليه، بس في ما كانش عاوز الناس تموت. هو بيتحدى المعلم ليه في مبارزه فرديه، والمعلم ليه بيقبل التحدي على الفور. وبيخشوا الاثنين لوحدهم للمخزن، وقبل ما يبدا القتال في يولع في المكان علشان لو في خسر المعلم ليه ما يخرجش عايش من المكان. وبيقول له انا عاوز اموتك زي ما موتت ابويا. في وسط النار دي المبارزه ما بينهم بتبدا، وليه بيخش عليه بكل قوته وكان ماسك في وعجنه ضرب، بس في ولا بيهتز. بيبدا يقاتل المعلم ليه بكل قوته، والنار بتزيد جدا في المكان، وفي بيبدا يسيطر على القتال اكتر وعنده دافع كبير انه يخلص على ليه، وبيطير وبيضرب ليه في الجو، لكن ليه بيصد ضربته. وفي كان هيقع بس بمهارته ولياقته العاليه بيرجع تاني للقتال. وبعدها عامل السن هو اللي بيحسم المواجهه دي، وليه مش بيقدر يكمل خصوصا ان الجو حر. في بيسدد له ضربات في وشه وفي جسمه، وبعدها اداله بالرجل كان هيقع في النار، بس مع ذلك في بيمسكه ومرضاش يسيبه يموت، لكن كبرياء ليه رفض انه يتم انقاذه من في، بيقرر يموت احسن من انه يعيش مديون لفي. بيقع في النار وبيموت محروق. وبره عصابه النمر الاسود بتهرب بعد ما يعرفوا ان معلمهم ليه مات. ومن بعدها المدينه اتخلصت من الفساد والظلم وعم السلام في المدينه. في بعدها فتح مدرسه لتعليم الكونغ فو، في بقى هو زعيم المدينه بالكامل. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيلم. ولو عجبكم ملخص الفيلم ارجو عمل لايك والاشتراك في القناه. تحياتي.